أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي عند ولد بشرى شانيل 0508. اليوم بشرى غادي دير معكم واحد الطبق ديال الشتاء وديال الصيف بجوج، لأن كيف كتعرفوا حنا دائما كنوحلوا واش غادي نوجدوا للغدا. واليوم درت واحد الطبق فيه غدا وعشاء، كيقولك اللي خلى غداه لعشاه ربي عطاه، كيف كتشوفوا معايا. السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم بشرى غادي دير معكم واحد الغدا زوين بزاف وغيجي بنين وغيجي مفيد للجسم ديالنا. كما كتعرفوا الانسان دائما كيحير اش غيدير للغدا. انا طاحت لي واحد الفكره، انا ديك الخضره اللي بقات عندي في الثلاجه، لقيت هاد الكورجيطه ديال القرعه الخضراء، ولقيت خيزو باقي، هذه البصله نقله كيف كتشوفوا، والبطاطا، درت مطيشه هنايا كتعرفيش تهضري يا بشرى. السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم بشرى غادي ندير معكم واحد طبق متنوع، لان دائما حنا كنحيروا في الغداء شنو غادي نديروا. طاحت لي الفكره ديال لقيت شي خضره باقا في الثلاجه، ولقيت شي بطيطات مازال، درت هنايا الكورجيطه تقريبا شي 3، ودرت 3 خيزوات، والبطاطا درت تقريبا شي 6 البطاطات قطعتهم، ودرت البصله نقله. ها هي هذه غادي نمشي نردها باش طيب، باقي ما درت لا لقامه لا والو، حتى غادي طيب مزيان ونبغي نطحنها واش غندير لها لقامه ديالها. وعندنا ثاني عندنا هذا شيفلور، انا هنايا رقدته في الخل والملح باش كتحيد اي حشرات كيحيدوا. من بعد غادي نشلو حتى هو، غادي نسلقو حتى هو بالحامض، وغندير القامه ديالو، غادي يجي بحال الشكل ديال الزالوك. هنايا عندنا الحوت، هاد الحوتات هادو راني فلحتهم وعمرتهم بالملح، ودرت ليهم الثومه من الداخل كتشوفوا. ها هي عمرتهم كلهم بالثومه. من بعد غادي ندير لهم تاهما الإقامه ديالهم، درت هنايا الكمون، القزبر كارم، القزبر المعدنوس، الثومه، وغادي نزيد معاهم العصير ديال الحامض او الليمون، ومليحه بطبيعه الحال، ولكن هذه رديره فيها انا الملحه. هادو الكرافس ما كنديرهمش دابا مع الصوبه حتى كطيب، باش كتعطي واحد البنه زوينه. على بركه الله انا غادي نبدا دابا نرد هذا على البوطه، وغادي نمشي نصوب لقامه ديال الحوت باش نديرو الفران، ونصوب ثاني لقامه ديال الشوفلور. هنايا غادي نزيد شويه ديال هذه فلفله حاره شويه بحال الهريسه، هذه حنا مخلطين التحميره مع الهريسه، كتجيك تعطي واحد المذاق ديال الحروره.
كتشوفوا الحوت ديالنا ها هو جاهز. ما قويتش فيه ديك الاقامه اللي مولفين كنديروا، درت غير القزبر كما قلت لكم للتذكير. القزبر كارم، الملحه، الحامض، الثومه والقزبر والمعدنوس. وكما قلت لكم راني عمرتهم كلهم بالروز تاع الثومه. خديت هاد الثومه هذه وغسلتها وخليتها بالجلوف ديالها وعمرت بها الحوت لداخل. دابا غنمشي ندير هذا في الفران، نمشي ندير هاد الحوت في الفران وغنرجع معكم. دابا غادي نمشي نغسل هاد المواعن هادو، مكنبغيش المواعن يتجمعوا باش يكون كلشي متول ومنظم. دابا غادي ناخذوا الشيفلور اللي قلت لكم راني غسلته مزيان بالملح بالخل باش اي حشره غادي تطيح تموت، بحال الشكل ملي كنغسلوا الكرومب او الخس. غنقطعوه هنايا، غادي نديروه في الطنجره يتسلق. هاد النوع ديال الخضر دائما تردوا معاه البال، دائما الملحه ما عندكمش الخل ديروا الملح. الناس اللي كيكونوا في البوادي بعض المرات كيكونوا الحوانت عندهم كيكونوا بعاد يديروا الملحه، حتى هي راه كتعقم وكتقتل البكتيريا. هذاك الحامض اللي عصرت قبيله على قبل الحوت راه احتفظت به، غادي نديرو هذا جلوف ديال الحامض غنديرو منيت مع هاد الشيفلور، حيت ملي كنبداو نسلقوه كيعطينا واحد الريحه شويه ما غير محبوبه، كاين الناس اللي ما تيبغيوهاش. صافي غادي ندير شويه الملح باش كيجي بنين. صافي غنخليه حتى هو يطيب وغنرجع معكم. احبائي راني نسيت باش نقول لكم خصني ندير معاه الثومه ضروريه لان كتعطي واحد البنه رائعه. ديك الثومه عندنا ديك البلديه صغيره، انا غادي نلوحها معاه. دابا غادي نمشيو للاقامه ديال اللي غادي نديرو في الشيفلور. هنا كيف كتشوفوا هنا القزبر والمعدنوس، هنايا كنت ديجا دايره واحد شويه ديال الثومه حكيتو خديتو من هذاك ديال الحوت. غندير شويه ديال الملح، شويه ديال التحميره شويه حاره، غير شويه باش يعطينا اللون. وغنمشي ندير الاقامه ديالي. هنايا الكمون تقريبا نص معلقه صغيره، او ديروا معلقه، انا كنكثر الكمون عز عليا بزاف. شويه ديال الخرقوم عرق، هنايا شويه ديال البزار مكتروش، شويه ديال السكينجبير. صافي وغادي نزيد عليهم شويه ديال زيت الزيتون. وغادي نخلط التتبيله هذه. غادي نوجدها بين ما طاب ليا الشيفلور. تقدروا تزيدوا معاه حتى شويه ديال الحامض مصير، ولا تزيدوا معاه شويه ديال الحار، الهريسه اللي كتكون مرقده، راه كيجي واحد المذاق هائل. هذه راه باقا ما دابتش ليا لان كونجلي هاد القزبر والمعدنوس.
دابا راه حسيت بالصوبه او ديك الخضره بدات كطيب، غنزيد عليها هاد الكرافس. راه كيعطي واحد البنه رائعه، ما كنديروش لا في الحريره ولا في الصوبه، ما كنديروش في الاول حتى الاخر، حتى كتقرب طيب عاد كندير الكرافس. الشيفلور ديالنا ها هو طاب، شوف كي ولا كي الزبده. دابا غنمشي نصفيه مزيان وغادي ندير ليه الاقامه اللي وجدت قبيله. ها هي الشيفلور ديالنا ها هو جاهز، سقطر مزيان. هذا الحامض اللي كنت طلقت به راه ما خلى لا ريحه لا والو. دابا غادي نديرو شويه ديال زيت الزيتون في المقله، وغادي نبداو نحطو دوك الطريفات ديال الشيفلور كيف كتشوفوا. وهذيك الثومه اللي كدرتها تسلق غادي نحيد لها داك الجلوف ديالها. غادي نديرو هذيك الاقامه كلها وغادي نمشيو نديرو تشحر. بعد ما غادي نضربو بفورشيطه مزيان، نخلطو مع الفورشيط. كيف كتشوفوا احبائي هنايا معكتو مزيان بالفورشيطه. دابا غنمشي نردو على البوطه على واحد العافيه مهيله. بدا يتشحر شويه صافي غادي نطفي عليه، غيكون جاهز للاكل. الصوبه هي طحنتها مزيان اخواني اخواتي، هاني طحنتها. دابا غادي نمشي ندير الاقامه، نجيب الاقامه باش نديرها فيها، لان ما درتش الاقامه ما دايره فيها لا ملح لا والو، دايره غير الخضره والمعدنوس، القزبر والمعدنوس والكرافس. كيف كتشوفوا الصوبه راني طحنتها مزيان، راه ما فيها والو، فيها غير الخضره اللي قلت لكم والكرافس اللي درتهم حتى قربت الطيب. دابا غادي ندير الاقامه ديالي، شويه ديال البزار، هنايا خرق ومعرق، هنايا سكينجبير والكمون. انا الكمون ما كنستغناش عليه، عزيز عليا بزاف، كيعطي واحد النكهه زوينه ومزيان حتى للصحه. غنخلط مزيان ونزيدو مليحه. هنايا زيت الزيتون،
صافي غادي نردها تغلى واحد شويه وتا هي غتكون جاهزه للاكل. اشنو اللي بقى لينا؟ بقى لينا الحوت. غادي نزيد شويه ديال السمن في الصوبه، حنا ما كنستغنوش عليه، قلت لكم حتى لا في الحريره ولا في الصوبه، راكم عارفين السمن والفوائد ديالو، راه ما كنستغنوش عليه. نسيت ما قلتهاش لكم. كيف كتشوفوا الحوت ديالنا ها هو جاهز، ها هو تشوى مزيان. حاولت باش كنزوقوا بهاد لي طرونش ديال الحامض خضر. طيب مزيان. ها نتوما كتشوفوا انا كندير هاد التتبيله ديال الشوا. الا بغيتو تشووا الحوت في الفران، الشكل النهائي اخواني اخواتي كيف كتشوفوا. هذا هو الحوت اللي درت في الفران، بحال شويته في الفران. هذه الصوبه غادي نخليها للعشاء، ثاني خليت منها للعشاء غير بشويه ديال الخضره والكرافس وزيت العود والسمن والإقامه. وهذا الشيفلور اللي شرملته زوقته هو شويه ديال الزيتون. وهذا الخبز المغربي اللي ما كنستغناوش عليه، هذا صوبات الوالده الله يعطيها صحيحته ويصلح جميع الامهات ويعطيهم صحيحتهم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من لايك ودعموا القناه، وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.